لو عايز تجيب لنفسك شلل في جهازك الهضمي روح اشتري حقن المنجارو. انا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذيه والتغذيه العلاجيه جامعه القاهره، وغيرت حياه اكتر من 5000 شخص على مدار 15 سنه في شغلي كاستشاري للتغذيه العلاجيه. حقنه المنجارو ده نوع من انواع الادويه تم ابتكاره مؤخرا عشان يعالجوا بيه مريض السكر النوع الثاني ومريض السمنه. المادة الفعالة في الحقنة دي اسمها التيرزاباتايد، والمادة دي شبيهة بهرمون بيتفرز عندنا في الجهاز الهضمي اسمه الجي ال بي 1. هرمون الجي ال بي 1 ده دوره ان يديك احساس شديد جدا بالشبع بعد الوجبة مباشرة. فهم خدوا الهرمون ده وعملوه بشكل صناعي عشان يؤدي نفس التأثير، لكن باختلاف جوهري وكبير جدا ما بين الهرمونين الاتنين. الهرمون الطبيعي بيتكسر بعد دقيقتين اتنين بعد الأكل، والهرمون الصناعي اللي هم عملوه بيقعد في جسمك 7 أيام. إذا هو بيديك إحساس بالشبع لمدة 7 أيام متواصلة. طيب هو الهرمون ده بيعمل ايه وتأثيره ايه على الجسم عشان خاطر يحرق دهون ويخسسك؟ الهرمون ده بيعمل 3 حاجات بالظبط. الحاجة الأولى إنه بيشتغل على الدماغ، على منطقة تحت المهاد أو الهيبوثالاموس، ويروح يقفل مستقبلات الجوع اللي موجودة فيه، فبيديك إحساس كبير جدا إن أنت شبعان ومش بتفكر في الأكل. النقطة التانية إنه بيشتغل على البنكرياس وبيحفزه إن يفرز كمية أنسولين أكبر من الطبيعي، وبالتالي بيحرق كمية أكل أكبر من الطبيعي من الأكل اللي أنت بتاكله. الحاجة التالتة إن هو بيعمل عملية إبطاء للجهاز الهضمي، فالأكل بيقعد في معدتك مدة بتوصل لسبع و8 ساعات وأكتر من كده. طب المشكلة هنا فين؟ المشكلة في حاجتين. الحاجة الأولى إن هو تأثيره على البنكرياس ممكن يؤدي لالتهاب حاد في البنكرياس، بنسميه أكيوت بنكرياتايتس، وده ممكن يدخلك عناية مركزة من شدة الألم ومن التعب البدني اللي أنت بتشوفه. الحاجة التانية إنه بيعمل شلل في الجهاز الهضمي بمنتهى الوضوح. شلل الجهاز الهضمي هنا ممكن يخليك عندك عملية قيء مستمر والتهابات شديدة في الجهاز الهضمي، ويسبب لك إمساك مزمن ويدخلك في مضاعفات أشد من كده. المشكلة الثالثة إن الأبحاث قالت إن الحقنة دي ممكن تسبب أورام بنسبة 10% من الناس اللي بياخدوا الحقنة. يعني 1 من كل 10 بياخد المونجارو معرض إنه يجيله أورام في الغدة الدرقية. في مشكلة كبيرة بتظهر عند الناس اللي كانوا بياخدوا مونجارو وبطلوها وييجوا يتابعوا معايا. بكتشف إن المدة اللي خدوا فيها مونجارو بيحصل لهم وهن عضلات أو الساركوبينيا. ودي معناها إيه؟ معناها إن جسمهم كسر كمية عضلات كبيرة جدا من جسمهم. إذا المشكلة إن هو ما بيحرقش دهون بس، ده بيحرق كمية عضلات كبيرة جدا وكمية دهون أقل، وبالتالي طبعا بيحصل له مضاعفات صحية كبيرة جدا، زي الضعف العام، زي مقاومة الأنسولين، زي إنه ما بيقدرش يمارس نشاطاته البدنية زي الأول بالظبط. في مصيبة تانية بقى، إن بعض الناس بيجيبوا المادة الخام بتاعة الحقن دي اللي هي التيرزاباتايد ويخلطوها بمواد تانية وبتتحقن في العيادات تحت مسميات مختلفة، زي اكس بي سي وزي اتش دي وزي حقن اي كلام. المهم ان هم بيخلطوا خليط غير معروف مصدره وغير معروف تأثيره على الصحة، ويحقنوها للناس تحت مسميات مختلفة، ولكن هي المادة الفعالة الأساسية فيها في الآخر هي التيرزاباتايد. ده مشكلته ان هو ممكن يسبب مضاعفات غير اللي احنا قلناها خالص، وممكن يسبب مشاكل الله وحده اعلم بيها. المونجارو وادويه التخسيس ما هياش حل سحري على الاطلاق. الحل السحري الوحيد هو النظام الغذائي والرياضه. اي حاجه تانية بتخش تحت بند عامل مساعد تاثيره بيكون ضعيف، ده لو هو اصلا معتبر ومفيد ليك صحيا وينفع لك. واي حد من حالاتي بيستشيرني ان هو ياخد مونجارو، الاجابه بتكون لا وبلا تردد. أنا مش محتاج أي عامل مساعد عشان أخليك تحرق. النظام الغذائي والرياضة لوحدهم كفاية جدا إن احنا نستفز الحرق بتاعك ونشغله بشكل طبيعي وبدون مضاعفات وبدون أعراض جانبية. النصيحة الأخيرة لكل الناس: اوعى تروح تجيب المونجارو وعقلك يلعب بيك وتروح تاخدها من نفسك عشان ما تتأذيش. والنصيحة الذهبية اللي أنا دايما بقولها: لو أنت مستصعب الأكل الصحي، طعم الأكل الصحي أفضل بكتير من طعم الدواء. والمجهود اللي انت بتبذله بإرادتك وانت رايح الجيم أفضل 1000 مرة من المجهود اللي انت بتبذله من غير إرادتك وانت رايح العيادة.